صح، الأهل القدامى كانوا معروفين بالحكمة، فهمت؟ الله. بعد 37 سنة من العطاء. لا الراحة سقاه غير في قمارة صاحبي. الله والله أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في عدد جديد من برنامجكم أنتم كل مرة وين. أنا متواجد في مدينة شيخ المؤرخين الجزائريين أبو القاسم سعد الله. عرفتوا من المفروض راني أنا في مدينة العلم والمعرفة والعلماء قمار بمدينة الوادي. شاهدوا معنا. قل لي يدرى به تمتاز مدينة قمار، بلدية قمار بالضبط؟ أول حاجة تمتاز بها هي نقولوا أنا المونطاليتي، فهمتني؟ عقلية أوفير لدرجة، فهمتني؟ ساكنيها قصدك؟ أهل المنطقة. كيفاش أوفير؟ اوفر متفتح لأي حاجة، فهمتني؟ تتعايش مع العصر، معناها وين تحطه يتعايش، فهمتني؟ إيه؟ والحاجة الأخرى هي العلم، معروفة بالعلم، معناها بن عن جد كيف ما نقول. وأبواب ثانية. والحكمة معناها في أهلها، نقول تو بالك نقصت مع العصر، أنا فهمتني؟ بصح الأهل القدامى كانوا معروفين بالحكمة، فهمتني؟ يمتازوا بالحكمة. والشيء الآخر النظافة، المنطقة معروفين بالنظافة، فهمتني؟ ينظفوا البلاد، يغيروا على البلاد تاعهم. هذا بالك راك شفت في دورة الولايات الأخرى، بصح تلقى هنا شغل ميزة تاع النظافة باينة في قمار تحسها باللي نظيفة البلاد، فهمت؟ ربي يبارك ما شاء الله. راح تكون نظيفة كما قلوبكم ان شاء الله باذن الله، اكيد قلوبنا راهي بيضاء الناس كلها. مرحبا بكم في قمار كل مرة وين. ايش اسمك ربي يبارك فيك بابا؟ أنا أبو رقعة كمال، أستاذ أبو رقعة كمال. الله يبارك أستاذنا الكريم. الله يبارك فيك. أستاذ في مادة واش؟ العربية. الله يبارك. وبالمناسبة الاسم التقاعد ما شاء الله. بعد 37 سنة من العطاء. والحمد لله ربي إن شاء الله تكون في ميزان حسناتنا ويتقبل الله منا، وإن شاء الله نكونوا قد قدمنا ووضعنا أثر في بلادنا وفي مجتمعنا وفي النشأ، وبارك الله فيك. 37 سنة من العطاء. أيه. ايش تعلمت الحاج من هذه المسيرة؟ نعم ايش تعلمت؟ العطاء لا ينتهي، معناه ما دام المؤمن خلق ليفيد في مجتمعه، والحمد لله نسأل الله أن نكون قد قدمنا ولو بصمة قليلة وبسيطة لتنمية مجتمعنا وبلادنا، ووضعنا أثرنا أو الأثر الطيب في النشأ، ونسأل الله القبول. هذا قمارة مش نوصفها لك. قمار هي. نظافة، من ناحية النظافة هي الأولى قمار، من ناحية علاش؟ من ناحية السكن ربي يبارك، من ناحية الدنيا كل ربي يبارك قمار. كيف السكن؟ من الجو تاعها سمح. لا الراحة سقاه غير في قمارة صاحبي. الله والله غير لازم مع الشباب كل يوم دا يدير حاجة تنظيف، تلقى حاجة هزها، المهم تشوف حاجة نظف وخلاص، ما تخليش حاجة وراك وخلاص. كل مرة في قمار هايلة.